تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بنقرين من إحباط محاولة تهريب رؤوس أغنام ذات سلالة محلية إثر تنفيذ دورية عبر إقليم بلدية نقرين، أين تم حجز مركبة نفعية على متنها 9 رؤوس من الأغنام وتوقيف شخص. وفي نفس السياق تمكن أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني ببئر العتر من إحباط محاولة تهريب أخرى للمواشي أثناء تنفيذ دورية عبر إقليم بلدية العقلة المالحة، بعد أن لفت انتباههم مركبة نفعية قادمة من اتجاه بلدية بئر العتر سائقها قام بتغيير مساره. مباشرة قام أفراد الدورية بتتبعها وتوقيفها ليتم حجز المركبة وعلى متنها 6 رؤوس أغنام من سلالة محلية، ليتم مباشرة توقيف شخصين واقتيادهما إلى مقر الفرقة لمباشرة التحقيق. أسفرت هاتين العمليتين عن توقيف 3 أشخاص وحجز 15 رأس من الماشية من سلالة محلية، بالإضافة إلى حجز مركبتين نفعيتين المستعملتين في عملية التهريب. وفور استيفاء كافة الإجراءات القانونية سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.